ده هو حسام خلص لعبته اللي شغال عليها بقاله سنة كاملة، قال بكل ثقة أنا جاهز أنشر اللعبة، بس فجأة وقف وسأل نفسه شوية أسئلة: أنشرها فين؟ وهحتاج كام دولار أصلا؟ وهكسب منها إزاي؟ لو الأسئلة دي جت في بالك قبل كده يبقى الفيديو ده معمول ليك أنت. دلوقتي خلينا نقسم المنصات لمدفوع ومجاني، وخلينا نبدأ بالمدفوع. أول منصة عندنا هي جوجل بلاي، تقدر ترفع عليها ألعاب من نوع الأندرويد، وعشان ترفع لعبتك محتاج 25 دولار عشان تشتري حساب مطور، وبعد كده تقدر ترفع عدد الألعاب اللي أنت عايزها. تاني منصة وهي أب ستور، تقدر ترفع عليها ألعاب تشتغل على الآيفون، وعشان ترفع لعبتك محتاج 99 دولار كل سنة. هيجي شخص محنك دلوقتي يسألني لو ما جددتش الاشتراك إيه اللي بيحصل؟ أكيد يعني هتتشال لعبتك. تالت منصة هي ستيم، تقدر ترفع عليها ألعاب من نوع البي سي أو الكمبيوتر، وعشان ترفع لعبتك محتاج 100 دولار لكل لعبة. بس استنى، لو لعبتك عملت 1000 دولار من المبيعات، ستيم بترجع لك ال 100 دولار تاني. ودلوقتي خلينا نروح للمجاني. itch.io دي منصة مجانية تقدر ترفع عليها أي نوع من الألعاب حرفيا، وعشان ترفع لعبتك محتاج 0 دولار. تقدر ترفع لعبتك ببلاش أو تبيعها بالسعر اللي أنت عايزه أو تخليها تبرعات. الخلاصة، لو أول لعبة ليك ابدأ ب itch.io، لو أندرويد جوجل بلاي أرخص وأسهل، لو بي سي ولعبتك حلوة ستيم هو الطريق. واكتب لي في الكومنتات انت ناوي تنشر لعبتك فين، ولو استفدت ما تنساش اللايك والاشتراك وبس. سلام.